لكن الأكيد أن دكتور عصام شرف وزير النقل الأسبق أصبح هو رئيس مجلس الوزراء. من هو دكتور عصام شرف؟ هنتابع ده من خلال التقرير التالي. المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يضمن الآن انتقالا سلميا للسلطة بمصر عقب قيام ثورة 25 من يناير الدكتور عصام شرف برئاسة مجلس وزراء مصر خلفا للفريق أحمد شفيق. الدكتور عصام شرف الذي عمل أستاذا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة يعد من أبرز خبراء النقل بالعالم، وهو الوحيد من خارج الولايات المتحدة الأمريكية الفائز بجائزة التميز بالهندسة من جامعة بردو العريقة. نال الدكتور عصام شرف العديد من الجوائز، والتي كان من بينها جائزة الدولة التشجيعية بالعلوم الهندسية عامي 1987 و 1997 ونوط الامتياز من الطبقة الأولى عام 1995. الدكتور عصام شرف هو أيضا رئيس مجلس إدارة جمعية عصر العلم التي تم إشهارها عام 2008 بمدينة المنصورة، وهي جمعية كان قد دعا إليها الدكتور أحمد زويل، وهي أيضا تحمل اسم كتابه عصر العلم. الدكتور عصام شرف يرى أن عصر العلم هي جمعية أهلية غير هادفة للربح، تستهدف الارتقاء بمجالات المعرفة والثقافة والعلوم الحديثة والمساهمة في نشر الثقافة العلمية وتعزيز أهمية البحث العلمي والعمل على تحقيق التواصل والتفاعل بين العلماء المصريين في الداخل والخارج لحل مشكلات المجتمع وتقديم مقترحات بالحلول المناسبة. جمعية عصر العلم التي يترأسها الدكتور عصام شرف من بين الذين حصلوا على عضويتها الشرفية الدكتور فاروق الباز والدكتور مصطفى السيد والدكتور أحمد عكاشة والدكتور محمد البردعي، وهي أيضا جمعية تشترط في من يحصل على عضويتها أن يكون من العلماء ذوي السمعة المرموقة والخبرة الواسعة ممن ساعدوا على إثراء الحياة العلمية بأبحاثهم وإنجازاتهم. في 8 فبراير الماضي كان الدكتور عصام شرف من بين أساتذة الجامعات المصرية الذين شاركوا بمسيرة إلى ميدان التحرير لدعم المطالبين بضرورة إسقاط نظام الرئيس مبارك. الدكتور عصام شرف كان من بين هؤلاء الأساتذة الذين تحركوا من مقر نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بالمنيل إلى ميدان التحرير هاتفين بأن الشعب خلاص أسقط النظام، وهو أيضا كان من بين الذين قضوا ساعات طوال وأبنائهم بميدان التحرير مطالبين بإسقاط نظام الرئيس مبارك. الدكتور عصام شرف هو أيضا الذي كان قد تقدم في ديسمبر 2005 باستقالته من مهام منصبه وزيرا للنقل بعد 8 أشهر فقط بحكومة الدكتور أحمد نظيف عقب وقوع حادث قطار قليوب، مؤكدا على أن هذا الحادث كان نتاجا لسوء الإجراءات الحكومية تجاه قطاع النقل والمواصلات خاصة السكك الحديدية. أمان إبراهيم، الحياة اليوم.